شفت بوست واحد تتبع العشرة الأوائل بتوع الثانوية العامة في سنة من السنين، وبعد ما حققوا حلمهم اللي هو كليات القمة وجابوا درجات عالية جدا، هل ده اللي كانوا عايزينه ولا لأ؟ وهل مبسوطين في حياتهم ولا لأ؟ وده اللي هنعرفه الفيديو ده. يلا بينا. بيقولك أول 2 أوائل دخلوا كلية الطب وبقوا مبسوطين جدا في مجالهم وتفوقوا في دراستهم برغم صغر سنهم. أما بقى المركز الثالث دخل كلية العلوم، كان حلمه ان هو يعمل اختراعات وابحاث ويوصل لحاجة كبيرة جدا، لكنه في الاخر اشتغل في معمل تحاليل، وهو شايف ان ده كانش اللي بيحلم بيه ابدا، بس مضطر يكمل فيه لكنه عايش مش مبسوط ولا راضي عن اللي وصل له. اما بقى الرابعة الجمهورية دخلت كلية طب وكان نفسها تتخصص في طب اطفال، وقالت هبقى دكتورة كبيرة جدا وافتح اكبر عيادة في مصر. لكن للأسف الجزء الأول من الحلم اتحقق، إن هي بقت دكتورة، لكنها بتروح عيادتها كل فين وفين بسبب انشغالها بالبيت والجواز والأولاد. أما بقى المركز الخامس بقى من أنجح تجار العربيات في مصر برغم انه اصلا خريج صيدله. المركز السادس بقت مديره شركه للتسويق العقاري في مصر بالرغم من ان هي خريجه اسنان، وكان ترتيبها ال 14 على الدفعه. نيجي بقى للمركز السابع، وهو اتخرج من صيدله وساب كل حاجه وراه وراح يشتغل مع باباه في تجاره الخشب، وبقت اسم شركه والده من اكبر شركات الاخشاب في البلد، وده بفضل اجتهاده وتعبه. المركز الثامن، وبعد سنتين من تحقيق الحلم حول كلية تانية خالص بعد ما اكتشف ان شغفه ما كانش في الكلية اللي هو دخلها، وبقى صاحب منصب مهم في وزارة الخارجية. نيجي بقى للمركز التاسع، كمل تعليمه بره مصر وشغال حاليا في مجال تسويق لاعبي كرة القدم ومبسوط جدا في شغله. واخر واحدة المركز العاشر بقت مستشارة ثقافية في احدى دول الخليج بسبب حبها للقراءة مع انها اصلا خريجة هندسة. نشكر الاستاذ مهند عثمان، بجد ده كان من احلى البوستات اللي شفتها عن الثانويه العامه. نستفاد ايه من الموضوع ده؟ ان الكليه مش هي اخر الطموحات، مش هي اخر النجاحات، مش هي اللي هتحقق حلمك. ممكن تدخل قوي الكليه اللي انت فعلا عايزها وتجيب مجموعها والدنيا كلها تتسهل، وفي الاخر تطلع مش حابب المجال ده. انا دخلت عشان هو كان حلم اهلي، انا بس استخسرت المجموعه. ممكن اي حاجه من دي تحصل. في دراسه اتعملت ان النجاح الاكاديمي ليس مؤشرا للنجاح في الحياه العمليه. بس الصراحه انا كل فتره لاحظت ان كل الاوائل اللي اجتهدوا في الثانويه العامه او ايا كان المجتهدين كلهم نجحوا في مجال معين، ايا كان في الكليه او بعيد عن الكليه، وده اللي ربنا قال لنا عليه بالظبط، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. لاحظت ان كلهم اجتهدوا، مش كلهم دخلوا الكليه وانبسطوا فيها، بس كلهم نجحوا بفضل الله، ما عدا بس طالب اللي هو كليه علوم. انا متاكده ان هو لو جه على نفسه ودور شويه ممكن يلاقي منحه بره وينجح ويلاقي نفسه فعلا. بس كل واحد اجتهد ووصل لحاجه، ايا كانت ايه الحاجه دي. يعني اي حاجه انت هتجتهد فيها وهتعملها ربنا هيحقق لك اقصى طموحاتك، طموحات انت ما كنتش تحلم بيها. يعني شفت الاستاذه امال عطيه، انا بتابعها، بتقول كلام جميل قوي عن الاستشارات النفسيه والزوجيه، اي حاجه بتتكلم عليها في النفسيه. بتقول انا لو حد من سنين قال لي ان انا هطلع وانصح الناس واقول لهم كلام مفيد واقول لهم كلام مش عارفه ايه، انا مستحيل كنت اقعد افطس من الضحك، يعني لان انا اصلا خجوله جدا ومستحيل اقول كلمتين على بعض مفيدين قدام اي حد. فصراحه انا الشخصيات دي بتبهرني، لان انا بحس ان هو بجد مفيش مستحيل. النهارده انت فقير بكره تبقى غني، النهارده انت مش عارفه ايه بكره هتبقى حاجه تانية خالص. فاللي انا عايزه اوصله لكم يا جماعه ان انتوا ممكن قوي تنجحوا، النجاح مش بس في الكليه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا دخلت كليه ما بحبهاش ومش حاسس نفسي فيها، وحاولت فيها اول سنه ما عرفتش، اول ترم مش حاسس نفسي، مش جايه معايا خالص. استغل ال4 سنين او ال5 سنين ايا كان الكليه اللي انت فيها، استغلهم كويس جدا ان انت تعمل مهاره، ان انت يكون معاك حرفه، ان انت يكون معاك صنعه، تعلم لغه تفتح لك بيها ابواب كتيره جدا. ممكن تسافر بره بسبب اللغه دي اصلا، ممكن تتعلم مجال من الصفر، تبدا مثلا بالبرمجه. البرمجه مجال مهم جدا جدا في وقتنا ده. ممكن تتعلم الخياطه او تتعلمي الخياطه، ممكن تتعلم آلة موسيقيه، ممكن تتعلم اي حاجه انت حاببها طالما لسه عندك وقت. اهم حاجه ان انت تستغل ال4 سنين كليه، اوعى يضيعوا عليك، تخرج ولا انت استفدت من الكليه ولا انت عملت مهاره بحيث تشتغل بيها تلاقي بيها شغل بعد الكليه. فاستغل ال4 سنين كليه كويس جدا، واعمل حاجه بضمير واتعب على الحاجه. هتتعلم حاجه مش حاببها خلاص روح على اللي بعدها، اتعلم حاجه تانية، اتعلم حاجه ثالثه، لحد ما تلاقي نفسك
في حاجه. ربنا خلقنا كلنا لسبب معين، لازم تثق وتثقي ان ربنا خلقك لحاجه معينه. ربنا عارف ان انت هتبقي شاطره هنا ومش تبقي شاطره هنا. ربنا عارف ان انت ممكن تبقي يوتيوبر شاطره جدا بس انت مثلا ما كنتيش تدخلي كليه هندسه. ربنا هو اللي خلقنا، هو اللي عارف ميكانيزميه جسمنا، هو اللي عارف السيستم بتاعنا، هو اللي عارف عقلنا وقلبنا رايح لفين. كانك كده اخترعت حاجه وانت الوحيد اللي عارف الجهاز ده ماشي ازاي بالظبط. فثق في ربنا وتاكد ان هو دايما عامل لك الصح، حتى لو الصح ده بالنسبه لك ان انت كان نفسك تخش الكليه دي بس ما جبتش مجموعها. طب ايه الصح في كده يا رب؟ لا، ثق في ربنا وتوكل على الله طالما عملت اللي عليك. عشان في ناس ما بتعملش اللي عليها وتقول لا انا واثق في ربنا. طب ربنا ايه؟ خده بالاسباب. فربنا اكتر واحد عارف انت هتبدع فين. عشان كده يا جماعه لازم قبل الكليه او قبل اي خطوه في حياتك صلي صلاه الاستخاره. انا مامتي ربنا يجازيها خير كل يوم الصبح، يعني عشان ماما فضحتك يعني ما تحبش تقول الحاجات الكويسه اللي هي بتعملها يعني. كل يوم الصبح بتصلي صلاة استخارة ركعتين عشان ربنا ييسر لها امورها. مره مثلا انا عايشه في القاهره وهي في اسكندريه، مره مثلا كانت جايه لي الدنيا كانت زحمه جدا جدا في المواصلات، وبجد عشرات من الالاف الناس واقفين عشان مستنيين مشروع للقاهره، وهي قالت انا مستحيل اركب، بس هي كانت مصليه ركعتين. هي واقفه قدام المشروع اتملى كله وخلاص مسافر، هي واقفه كده مش عارفه تعمل ايه. فجاه لقيت المشروع بيفتح والست بتقول الاجره 200 جنيه، الاجره مش عارفه ايه. فدلوقتي الاجره 120، ثم غلوا الاجره. فهي قالت لا والله ما انا راكبه. ماما كانت واقفه قدام المشروع ركبت على طول، مع ان كان في ناس كتير جدا. فده ايسر الحاجات، يعني ابسط حاجه ممكن ربنا يعملها معاك دي اللي هي تيسير امورك اليوميه يعني. انما ربنا بيده كل شيء، ممكن يعمل لك اي حاجه في الدنيا، لا يعجز عن شيء. هتلاقي حياتك ماشيه، هتلاقي نفسك دخلت الكليه اللي انت عايزها حتى لو انت ما كنتش عايزها في الاول، هتلاقي احلامك كلها اتحققت، هتلاقي فرص كتيره بتتفتح لك، بس طالما انت بتتوكل على الله وبتعمل اللي عليك. واخر حاجه عايزاك تثق في نفسك، تثقي في نفسك، تثقي ان انت هتنجحي. انا مش حابه افضل في المكان ده، انا عارفه ان انا اقدر اشد على نفسي واوصل لحاجه، انا عارفه ان انا ممكن ما دخلتش الكليه دي بس انا مش هيأس، انا ممكن ابقى حاجه، لان انا عارفه ان انا مش هرضى غير ان انا ابقى حاجه، مش هرضى غير ان انا احقق حاجه جوايا مهما كان. انا لحد دلوقتي بحاول نفسي حياه الناس تبقى جميله، اوقات كتيره جدا حياتي ما تبقاش جميله يعني، بس انا حاسه ان انا رسالتي ان انا ممكن ادي لحد طاقه ايجابيه يبدا بيها يومه، يبدا بيها حياته. اتمنى طبعا يعني ان كلامي ياثر، حتى لو ياثر في واحد بس. كل واحد فينا جواه طاقه، بس تثق في الطاقه اللي ربنا اداها لك، تثق ان ربنا خلقك عشان تحقق حاجه فعلا، سواء تحقق حاجه تكوني زوجه، تكوني ام، تكون اب، تكون مدرس شاطر جدا يأثر في حياه طالب، الطالب ده يبقى ما شاء الله عليه. ممكن تغيير بسيط جدا جدا تغيره في حد، الحد ده يغير حد تاني او يعمل اي حاجه تفيد البشريه كلها. ما تستهونش بنفسك، ما تستهونش بالطاقة اللي ربنا اداها لك. ربنا خلقك علشان تحقق حاجة، ربنا عارف امكانياتك وقدراتك، انت لازم تعرفها. لو انت بتثق في ربنا ان هو فعلا مديك حاجة وما خلقكش هباء، لا، انا ليا دور لازم اقوم بيه. شغلتك بقى ان انت تدور عليه، تشوف ايه اللي ممكن تعمله عشان توصل له، تتعب شوية، تجتهد، تاخد كورسات، تعمل حاجات. دي شغلتك في الحياة، السعي، وربنا هو اللي هيحقق لك كل اللي انت عايزه. ما جبتش مجموع مش نهاية الدنيا، كلية القمة هدف جميل جدا، بس هل هو هدفك حقيقي؟ هل هو اللي انت بتحلم بيه؟ هل هو اللي انت تقدر تدي فيه؟ هو ده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك. وقبل ما اقفل الفيديو عايزة ابعت رسالة للآباء والأمهات، حرام عليكم، حرام عليك. طبعا الاباء والامهات اللي هم بيقعدوا يلوموا اولادهم ان هم ما جابوش نتيجه، او حتى زعلانين ان اولادهم ما جابوش نتيجه. اولادك عملوا اللي عليهم، بنتك تعبت ورايحه دروس وشايفها رايحه جايه بتتعب، سهرانه طول الليل بتذاكر، ابنك نفس الكلام. حرام عليكم، اولادكم هم عملوا اللي عليهم، ولا يظلم ربك احدا. لو انتوا واثقين ان ربنا ما بيظلمش يبقى اعرفوا ان ابنكم ماشي على الطريق الصح، حتى لو ما جابش مجموع. وحتى لو ما جابش مجموع ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ مش هتفتخر بيه؟ لا، ده ابنك ان انت المفروض تفتخر بيه، ابنك اللي هو المفروض في لحظه ضعفه تقويه، ابنك المفروض اللي هو اجمل حاجه في الدنيا، ابنك المفروض اللي هو يستمد طاقته بيك. ايه يا ابني ما جبتش مجموعه؟ في اغنيه للجوكر جميله جدا، جمله جميله جدا في اغنيته بتاعه الاب، يا ريت تسمعوها، جميله جدا. مع ذلك لما زعلت على كليه ما جبتهاش، حضنك وقال لك يا ابني العالم ما انتهاش. فهو ده يا جماعه دور الاب ودور الام.
دور الاب ودور الام ان انتوا تقفوا جنب اولادكم مهما حصل، خليكم فخورين باولادكم. في رساله كده شفتها على الفيسبوك، ام بعت لابنها مش عارف لو عايز تاكل كل من الثلاجه، لو عايز تشرب اشرب من الازازه، لو عايز مش عارف اللي هو يعني هي مخصماه قوي وملكش مصروف عندي وملكش، مش قادره ابص في وشك. لا، بصي في وشه، ابنك عمل اللي عليه، خليكي فخوره ان ابنك عمل اللي عليه ايا كان النتيجه اللي هو جابها مش مرضيه ليكي، بس هو ساعه انت شفتيه طول السنه بيتعب. طبعا ده للكلام الناس اللي اجتهدت فعلا، مش الناس اللي ضيعت وقتها، لان طبيعي حقهم اهليهم يعني دافعين فلوس وفي الاخر ما جابش مجموع. بس بتكلم عن الناس اللي هم بجد تعبت، وانت كأم وانت كأب شفتهم بيتعبوا جدا وشفتهم متبهدلين ومتشحورين في الدروس وفي المذاكره، فافتخروا بعيالكم، دعموهم. مش هيقدروا ينجحوا الا بدعمكم. لو العالم كله شافهم كويسين ومتميزين وانتوا بتبصوا لهم بصه قليله، دايما هيحسوا بحاجه ناقصه، دايما هيحسوا ان هم مش كفايه. لا صديق ولا حبيب ولا اي حد في الدنيا هيعوض حضنكم. فرساله للاهل، خليكم برين باولادكم، خليكم رؤوفين باولادكم، خليكم حنينين على اولادكم، طبطبوا عليهم، حنوا عليهم. حضنك وقال لك يا ابني العالم ما انتهاش. فدي رسالة للأب والأم، عشان أنا عارفة ساعات بيبقى عندكم شوية قسوة كده، يعني فكروا شوية بقلبكم، كفاية تفكير بعقلكم. وشكرا جدا، والف الف الف مبروك لكل اللي جاب مجموع واللي ما جابش مجموع. اولا انت تعبت وسعيت، والف الف مبروك عليك ان انت تعيد اكتشاف نفسك وتشوف هتعمل ايه بعد الثانويه، وتفتح صفحه جديده مع الحياه وتكتسب المهارات وتثق في نفسك وتقول انا هنجح، انا هعمل حاجه، انا هبقى حاجه، وان شاء الله توصل. باي باي. كانت معكم ألفة تيتي.